يا زملكاوي، أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. الزمالك بيقدم مستوى متواضع أمام خصم ضعيف، ولكن سوء الأداء ده كان السبب الأكبر في توتر وقلق لاعبي الزمالك من اللقاء. الزمالك بيبدأ التشكيل ب4-3-3، محمد عواد في حراسة المرمى، قدامه قلبين دفاع حمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد، باك ليفت أحمد فتوح، وباك رايت عمر جابر، قدامهم دونجا كدفندر ميدفيلدر، قدامه ثنائي بوكس تو بوكس حمدي وشحاتة، قدامه ثلاثي هجومي زيزو كهاف رايت وسامسون اكينولا كهاف ليفت والجزيري كسنتر فيرود. ومع بداية اللقاء ضغط متوقع من لاعبي نهضة بركان، وبالتحديد على جبهة أحمد فتوح اللي تقريبا قدم كل شيء في الشوط الأول ممكن يساعد خصم ضعيف إن يكون صاحب شخصية في المباراة، وإن يكون الأبر هاند في الشوط الأول. وده مش بس بنتيجة أخطاء أحمد فتوح الساذجة، لأ، ده بسبب عدم وعي لاعب زي سامسون أكينولا بمهام الهاف ليفت، وعدم قدرته ووعيه إنه يقوم بالتغطية الدفاعية مع فتوح. ومع الضغط اللي بتكلم عنه ده، نهضة بركان بيقدر إنه يخترق خط دفاع الزمالك عن طريق أحمد فتوح وحسام عبد المجيد، ولكن بسوء خبرة ورعونة من لاعبي نهضة بركان بيتم إهدار فرصة الهدف الأول. ولكن باجتهاد من أحمد فتوح وتألق من حسام عبد المجيد وبتصرف أقل ما يوصف بالسذاجة، بيعطي ضربة جزاء لسكواد نهضة بركان اللي بيحرز من خلالها الهدف الأول. وطبعا مش بس كده، بيزيد من قلق وتوتر لاعبي الزمالك. ومع مرور الوقت أحمد فتوح كأنه بيرد على حسام عبد المجيد وبيقول له أنا مش أقل منك سذاجة، وبيتدخل تدخل ساذج على لاعب نهضة بركان وبيديله ضربة ثابتة في مكان مؤثر، اللي بشوفها أهم سلاح لسكواد فارغ فنيا بيتم من خلالها إحراز الهدف الثاني. ورسالة حابب أقولها هنا لأحمد فتوح، إحنا هنا مش في مباراة خماسي في مدينة السلام. أعتقد إنك بتمتلك إمكانيات تخليك إنك أفضل باك ليفت في أفريقيا، ومحتاج كتير تقدمه عشان تثبت ده. بس لحظة هنا، أنا وإنت كمشجع زملكاوي في لحظة عظيمة عايزين نقف عندها. محمد عواد أعتقد إنه بيتقاضى رقم محترم من الزمالك، والطبيعي والمنطقي إن يكون الأداء مختلف، ولكن مع الأداء اللي بتقدمه ده أقل ما يقال عليه إنه مثير للاشمئزاز. ومع ذلك اسكواد الزمالك كان بيحاول بكل الطرق إنه يتماسك على فترات، وإنه يقدر يخرج من الشوط الأول بأقل خسائر ممكنة. وأنا وإنت مش عارفين مصير المباراة هيكون إزاي بالأداء المتواضع ده، بس على فترات في الشوط الأول كنا بنشوف الفوارق الفردية اللي كانت قادرة تصنع الفارق، اللي كانت قادرة تصنع فرصة حقيقية خطيرة على اسكواد عنده مشاكل في التمركزات الدفاعية وعنده مشاكل في الارتداد الدفاعي. واللي بتكلم عنه ده كان بيخليك بينك وبين نفسك أثناء المباراة بتقول إن سكواد نهضة بركان في المتناول، وده شفناه في سوء تمركز نهضة بركان في الكرات الثابتة والكروس العرض اللي كان من خلال أحمد فتوح اللي كان من خلالها الجزيري هيحرز الهدف الأول. ومع بداية الشوط الثاني أداء مغاير تماما من لاعبي الزمالك، وكأنهم في غرفة الملابس شربوا من مية النيل ونزلوا أعطوا جمهور الزمالك قبلة الحياة عن طريق كروس عرضي من خلال اللاعب اللي بشوفه هو كأس الماء الذي يرتوي منه كل لاعب زملكاوي في الملعب. ومش بس كل لاعب زملكاوي، ده كل مشجع زملكاوي. أفضل لاعب في مصر أحمد السيد زيزو، وأفضل لاعب في مصر دي لحاجات كتير جدا هكلمكم عنها. تحبوا أقولها لكم؟ تعالوا هقولها لكم. أحمد السيد زيزو هو رابع أكتر مصري صنع أهداف في مسابقات الكاف للأندية بمعدل 44 أسيست، 103 مساهمة تهديفية في موسمين ونص، 357 عرضية ناجحة ومؤثرة ما بين الدوري المصري وبطولة الكاف، وأعلى معدل صناعة فرص في بطولة الكاف آخر 4 مواسم. والموسم ده هتلاقي البعض بيردد وبيقولك اللي هم بينتموا لفصيلة القطيع إنه قدم أداء سيء وموسم سيء الموسم ده، ومع ذلك بيحقق 21 فرصة وأكتر مساهمة بعدد 5 مساهمات، والأكثر لصناعة الفرص الحقيقية ب6 فرص. عرفتوا منين أحمد السيد زيزو هو الأعلى كقيمة تسويقية حتى الآن لمدة 4 سنين داخل قارة أفريقيا؟ علشان الثبات اللي بيحققه ده، علشان الأرقام اللي بيحققها دي. ومن خلال الكروس العرضي اللي قدمه أحمد السيد زيزو بيحرز أفضل 9 في مصر الهدف الأول سيف الدين الجزيري. وعلى عكس المتوقع من لاعبي الزمالك، استحواذ من لاعبي الزمالك على مجريات اللقاء، وده بسبب إنك صدقت نفسك وإنك اقتنعت إنك أمام خصم ضعيف. خصم ضعيف؟ رسالة للأشخاص اللي بتردد إن الفرقتين دون المستوى،
الأهم هنا فرق من الفرقتين دول من فترة قريبة بأفضل 9 في مصر، كان ماسك يحاول اللي المساكين بتوعك بينفض فيهم. الأفضل ليك إنك تبص في ورقتك وخليك في مبارياتك وملكش دعوة بغيرك. بس في تركية مهمة جدا كنت حابب إن أنا أضيفها لكم. أحمد السيد زيزو، جوزيه جوميز اضطر إن هو يضم الوسط الملعب مع حمدي ودونجا وشحاتة لتجميع اللعب والاستحواذ على مجريات المباراة، ولكن في اللحظة دي كنا بنفتقد زيزو في منطقة الهاف رايت، بلس إن كنا مفتقدين لاعب الهاف ليفت سامسون أكينولا، وده كان بيخلي دايما لاعبي الزمالك بتنتظر الجزيري إن ياخد تمركز هاف من الهافات، وإن يكون محطة للتدرج بالكرة لمنطقة ال18. والاستسلام اللي بتكلم عنه ده خلى جوزيه جوميز إن يدفع بناصر منسي لخطف هدف التعادل، ولكن بينتهي اللقاء بخسارة مطمئنة نسبيا. بس بدراسة بعض العلماء إن تم اكتشاف إن الماء بيغطي 71% من الكرة الأرضية، وتم اكتشاف إن محمد شحاتة بيغطي باقي المساحة من الكرة الأرضية، وده بسبب الوعي الذهني الخاص باللاعب وقدرته في المساعدة في الافتكاك بالكرة، وإن بيقدر يخرج بالكرة من الخلف للأمام بكم كبير من السلاسة والسهولة. ولو بإيدي المان اوف ذا ماتش هديها اللاعب من الاتنين، محمد شحاتة بسبب الأداء اللي قدمه، وسيف الدين الجزيري. وسيف الدين الجزيري دي مش عشان الهدف اللي جابه، لا، ده عشان الإنقاذ الإعجازي اللي قدمه لنا ده. ولكن ما زلت منتظر من جوزيه جوميز جمل تكتيكية أكتر وحلول أكبر، بإن يكون دايما في لينك أب ليه ما بين الباكات والهافات اللي قدامهم، ومع سياسة تجميع اللعب اللي بتحصل في نص الملعب الزمالك هيكون شكله أفضل إن شاء الله. أسبوع طويل لجوزيه جوميز إن يعالج أخطائه ويبدأ صح، يبدأ بلاعب زي شلبي في حالة الجاهزية الفنية أو يوسف أوباما، مع وجود عنصر هو الأهم في البطولة، وإن شاء الله هيكون سبب في فوز الزمالك بالبطولة. جمهور الزمالك جمهوره العظيم. شايفين الكومنت ده؟ عقيدة عند جمهور الزمالك وبيقولها زملكاوي جميل. تشجيع الزمالك مخاطره لا يتحملها البعض ولا يستحقها البعض الآخر، أما أن تكون رجلا أو تذهب بعيدا.